ايه الاخبار؟ ازيك عامل ايه؟ بص يا سيدي، يا ريت لو انت لسه اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزلك فيديو يوصلك اشعاره اول باول. ويلا بينا تعال نشوف هنتكلم عن ايه النهارده. انت دلوقتي عايز تشتري موبايل جديد، وصدف ان الموبايل الجديد اللي انت عايز تشتريه ده هو ايفون. حقك يا باشا طبعا، عادي مفيش اي مشكله. بس الفكره في حاجه، ان الايفون الجديد بكرتونته دلوقتي سعره اوفر شويه، سعره حراق شويه زي ما بيقولوا كده. فهو بالنسبه لمعظم الناس هيكون اوف بادجت، او فكره ان الناس تروح تشتري ايفون جديد بكرتونته مش هتكون فكره متاحه لكل الناس، هتكون فكره متاحه لعدد قليل جدا من الناس في الفتره دي. هنكون صريحين وانت مع بعض كعادتنا، يعني الظروف مش احسن حاجه في الدنيا، ومش من المتوقع ان الظروف تتحسن قريب او ان الدنيا تكون احسن في اي فتره قريبه. بس انت برضه لسه عايز تشتري ايفون، وخلاص تقبلت فكره ان انت تشتري ايفون سكند هاند مش هتشتري زيرو. انت تقبلت فكره ان انت هتشتري ايفون سكند هاند مش هتشتري زيرو، خلاص يعني انت اقتنعت ان انت تشتري ايفون سكند هاند. دلوقتي في سؤال بيجي في دماغك، ايه هو الموديل او ايه هو الايفون اللي انا اروح له يقدر يحقق لي افضل قيمه قصاد السعر اللي انا هدفعه، وفي نفس الوقت برضه يديني معظم الحاجات اللي بتديها لي الموديلات الجديده او الايفونات الجديده اللي لسه نازله. وانا صراحه فكرت زيك الصراحه في النقطه دي، ومن غير ما اطول عليك اكتر من كده تعال نشوف هنعمل ايه. الايفون طبيعي نظام محبوب جدا جدا، بس قبل ما نخش على النقطه بتاعتنا بتاعت الفيديو بتاع النهارده لازم اقول لك على حاجه. لو انت متجه للايفون عشان بس هو موبايل روش، او عشان اوبا الواد ده معاه موبايل على ظهره تفاحه، يبقى اذا اكيد الواد ده روش او اكيد الواد ده غني. نصيحه مني ما تتوجهش للايفون اساسا. لو انت مفيش سبب رئيسي عشان وانت اشتريت الايفون هتتخنق. فنصيحه مني، لو انت رايح تشتري ايفون عشان بس في دماغك فكره ان ده موبايل روش، او عشان بس ابقى شاب روش او حاجه زي كده، ما تشتريش ايفون من اساسه. لو انت عايز تشتري ايفون مستعمل فممكن مثلا يجي في دماغك ايفون 8 مثلا، ايفون 8 بلس، وده هيبقى اختيار كويس جدا. بس الفكره ان ايفون 8 وايفون 8 بلس هيتوقف عنهم السبورت او السوفت وير سبورت بتاع ابل السنه دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في شهر 9 2023 لما ابل تعمل الاي او اس الجديد مش هيوصل او مش هيتباعت الايفون للناس اللي معاهم ايفون 8 وايفون 8 بلس، هيبقى هيتباعت للناس اللي معاهم من اول ايفون اكس لغايه الايفون 15 او ايا كان ايفون اللي هينزل السنه الجديده. طب حاجه زي كده هتاثر عليا في ايه؟ او ايه المشاكل اللي هتحصل ان انا يبقى معايا ايفون عليه اي او اس قديم؟ اول حاجه هتلاقي ان في مشاكل بتحصل عندك في الاداء، ان الايفون هيبتدي يهنج ان هو مش مستحمل اصلا نسخه الاي او اس اللي عليه اوريدي. ده اول بوينت. تاني بوينت، في بعض الابلكيشنز اللي هتتطلب نسخه معينه من الاي او اس انت مش هتكون قادر ان انت تنزلها، فده معناه ان في بعض الابلكيشنز يا اما مش هتشتغل من اساسه، او يا اما مش هتقدر تعمل ابديت، او مش هتقدر تعمل التحديث اللي هي بتعمله في العادي. فعشان كده ما انصحكش ابدا ابدا بالتوجه للايفون 8 ولا الايفون 8 بلس، لان هم فاضل لهم سنه ويخرجوا بره الدعم بتاع ابل. اذا خلاص نروح للايفون اكس مثلا. ايفون اكس هو اختيار كويس جدا ليك، بس الفكره كلها في البطاريه بتاعته، وده كمان كان اول موبايل ينزل من ابل بالشاشه الجديده، فالموضوع مش هيكون ألذ حاجه. فبرضه ما انصحكش تتوجه للايفون اكس، وده بيسيبنا لافضل موبايل تقدر تتوجه ليه، وهو الاكس اس ماكس. حرفيا الاكس اس ماكس ده نزل عشان يعالج المشاكل اللي ابل عملتها في الايفون اكس، وحرفيا من وجهه نظري هو انجح موبايل اتعمل لغايه دلوقتي، بغض النظر عن المميزات الكتيره اللي فيه، زي ان هو برضه بيديك فيس اي دي، وبيديك شاشه بالحجم الجديد او بالشكل الجديد بتاع ابل، وبيديك كاميرات خرافيه، وبيديك تصميم شيك جدا جدا من الكلام ده كله. الا انه من وجهه نظري بيمثل صفقه ممتازه جدا جدا عشان برضه نقطه الاداء، لان الموبايل برضه لسه بيجي باداء ممتاز جدا، ولسه ماسك نفس قوته اللي كان نازل عليها من السنه اللي نزل فيها. ولو جيت تبص على الفروق الجوهريه ما بين الايفون 11 برو ماكس والاكس اس ماكس، هتلاقي ان الفرق الوحيد تقريبا في الكاميرات هو الاكس اس ماكس ان هو ما بيجيش بالكاميرا الالترا وايد، ال11 برو ماكس بيجي بكاميرا الترا وايد. فده الفرق الوحيد حرفيا، او ده الفرق الظاهري الوحيد اللي موجود ما بين الاكس اس ماكس وال11 برو ماكس. فمن وجهه نظري انا شايف ان الايفون اكس اس ماكس هيمثل لك افضل صفقه موجوده، ان انت تحقق بيها افضل قيمه قصاد السعر اللي انت بتدفعه، لانه هيوفر لك مميزات عديده زي ما احنا اتكلمنا. بالنسبه للتصميم فاحنا اصلا مش محتاجين نتكلم عن التصميم، هو قد ايه شيك الصراحه، وبالذات لو هتجيب حاول تدور على اللون الجولدن ده، لانه بصراحه اللون فاجر يعني صراحه يعني. وفي نفس الوقت برضو لسه قدامك فتره عبال لما الموبايل ده يخرج من السبورت او يخرج من الدعم بتاع ابل بتاع السوفت وير، فتقدر ان انت تعتمد على الموبايل ده، او تقدر تعتمد على ان الموبايل ده هيعيش معاك فتره. في النهايه اتمنى اكون فدتك، واتمنى يكون الفيديو بتاعك عجبك. لو الفيديو بتاعك عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، وتعمل سبسكرايب في القناه، وتفعل زرار الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو يوصلك اشعاره اول باول، وتعرف تخش تتفرج عليه كده. ويا ريت كمان لو انت عندك اي حاجه عايز تقولها لي، او ليك راي مثلا معين عايز تقوله لي، ما تنساش تكتبه تحت في الكومنتات، او تبعته لي على الانستجرام اللي هتلاقي اللينك بتاعه تحت الفيديو الديسكربشن. وشكرا لك جدا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.